السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نجاوب على السؤال اللي طرحوه عليا بعض الاخوات، اللي هو كيفاش لصقت هاد السفيفه هذه اللي بالعقاد في النصدق، وكذلك هاد الهبطه هذه ديال اللي تحت النصدق، الهبطه في الجلابه اللي خدمت معكم حتى هي. طريقه غنشرحها لكم شفويا فقط، لان ما عنديش، ما خدمتهاش باش فاش خدمتها ما صورتهاش في عيد الفطر، ما صورتش الصراحه. هذه فاش كنتبتها فقط شاركت معكم الصوره ديال الجلابه فاش سالات ونالت الاعجاب ديالكم، وشاركت معكم طريقه الخدمه ديال السفيفه وهاد الهبطه هذه، وغنشارك معكم كذلك الكمام. المهم الطريقه باش لصقت، وحتى حتى القب راه بنفس الطريقه، حتى هو درتو بالسفيفه بالكروشي. المهم الطريقه اللي تبت بها هاد النصدق، هذا النصدق عندي هزيتو وحطيتو على النصدق الوسط ديال الجلابه، في الوسط ديال الجلابه فقط، حيت هو ما عندوش هاد، ما فيهش الفتحه ولا والو. كنخلي ديك 7 سنتيم ديال 7 ولا 8 ديال الفتحه، دي من هنا من القب الفتحه ديك 7 سنتيم ولا 8 راه كنخليهم ديال الفتحه. كننزل هنا كنثبت نصدق من الفوق لتحت، كنحط الفوق ديال السفيفه، ما كنحط هاد الدائره هذه، هاد الدوره هذه البلاصه اللي فيها الدوره هي لتحت، وهنا راه الفوق. المهم كنحط النصدق ديالي، كنحط النصدق ديالي في الوسط، وكنخيط، كنشد بالابره والخيط من الوسط، كنثبتها بحال كنثبتها فقط في الوسط باش تشد بلاصتها، ومن بعد كندور عليها تاني بالابره والخيط من الجوانب هكا، وانا دايره على النصف ثقب كامل بالابره والخيط بنفس الطريقه اللي كنخيطوا بها اي نصف ثقب بالكروشي على جلابه ولا قفطان، نفس الطريقه. غير هذا ما فيهش الفتحه، ماشي ما فيهش ديك الفتحه اللي كنخليو اللي كنديروا النصدق. هذه درتها هكا بلا فتحه، فقط كان بالعقاد من هنا حتى لهنا صافي، كتجي بحال السفيفه عاديه. مهم ما تشدوش من هاد البلايص هادو اللي فيهم هاد الحافه هذه اللي فيها الغرز ديال الحشو، ما تخسروش الشكل ديالهم، كتشدوا من تحت من هنا. وهذه فاش غتلصقوها كتدخلوا شويه من اصلا قبل ما تخيطوا هاد البلاصه هذه، راه كديروا هذه، كتدخلوها لتحت هذا، وتخيطوا عليه هاد النصدق هذا فقط، حتى هي كتحطوها في الوسط ديال الهبطه، وكتخيطوا من هنا من الفوق لتحت بالابره والخيط، دائما بنفس اللون ديال، انا خيطتها بنفس اللون ونفس الخيط باش ما يبانش في الخدمه. درتو كنشد من الوسط فقط، الوسط بالغرز العاديين ديال الخياطه بالابره حتى لهنا. عاوتاني هنا راه كندخل لهاد البلاصه هذه، اصلا كنكون موجده هذه، كندخلها لتحت، كنخيط عليها هاد الفتحه، السفيفه هاد الفتحه صافي. هذا هو الطريقه ديال الخدمه. شفتوا راه الجلابه كانت محلوله من الوسط، وخيطت عليها هاد الهبطه هذه، وكذلك السفيفه. المهم هاد الخدمه هذه، هادو هما الكمام. هادو الكمام هي نفس الطريقه اللي خدمت بها هاد السفيفه هذه، نفسها. كيف قلت لكم هنا راه كان محلول في
فاش كندير هاد السفيفه هادي، هاد البلاصه هادي ما كانتش مخيطه، ما كنخيطها حتى كنركب هادي، عاد كنلاقي هاد جوج طروفه، هاد يعني كنخيط الكم ديالي من هنا. المهم فاش هنا كيكون محلول، هنا كيكون محلول الكم ديالي كيكون محلول، كن كنبل هاد الكم هذا على هاد الجهه بحال هكا، هكا كنبل هكا كنبل الكم ديالي لهاد الجهه هادي، بحال كيفاش، بحال الطريقه ديال كيفاش كيركبوا السفيفه بالماكينه ولا باش هاد يعني داك السورجي ولا داك الثوب هذا يكون مخبي بحال هكا، نركب عليه السفيفه ديالي تخبى. المهم كنبدا من هنا، كنبدا من هنا يعني الجهه اللي فيها، اللي في الجهه الوجه ديال الخدمه، الجهه اللي فيها هذا الغرز ديال الحشو المعاكسه هي اللي كتكون هنا. كنبدا من هنا بحال هكا، بحال هكا، كنشيط شويه ديال، عفوا راه كنبداو من هنا، كنشيط شويه داك شويه اللي كيبقى، داك السنتيم كتخيط بحال هكا. كندير كنبدا من هنا غرز المعاكسه ديال الحشو نفسها اللي درت هنا. الجهه الاولى راه درتها، في الجهه الثانيه غنثبت بها السفيفه على الكمام. كنبقى نخيط يعني كنشد في الثوب وفي السفيفه، كنشد في الثوب والسفيفه وانا غاده كندور على الخدمه ديالي بحال هكا. كتشوفوا الغرز ديال الحشو المعاكسه شاده في الخدمه وفي شاده في الثوب وفي السفيفه ديالي، كتعطيك داك الشكل الزوين ديال الحافه. ماشي بحال جيتي درتي غرز حشو المعاكسه في الجهه الاولى وفي الثانيه ولصقتيها هكا، كيجي هنا الثوب كيبان. من الاحسن ديروا هاد الطريقه هادي، غرز حشو المعاكسه تثبتوا بها السفيفه هكا حتى تدوروا على الكم كامل حتى توصلوا لهنا. دائما كيشيط واحد السنتيم، حتى الا شاط كتر راه تقدروا تقصوا ولا يعني تسربوا الخدمه شويه وديروا ليها شويه ديال السرجي ولا تطويوها. المهم ضروري راه الخدمه كتسدوها بشي طريقه باش ما تسربش ليكم. وهاد الجهه هادي ملي كتثبتوا الخدمه ديالكم هادي بغرز الحشو المعاكسه، هنا كيبقى هكا صافي. كتجيو ثاني ملي كتكملوا التثبيت ديالها في الجهه الاولى على الحافه، كتجيو عاوتاني هنا كتثبتوها بابره والخيط بنفس اللون، وانتم غاديين كدوروا على الكم ديالكم. ولكن ما تشدوش في هذه الحافه يعني ما تشدوش هنايا في غرز نصف، غرز الحشو المعاكس ما تشدوش فيهم، شدوا هنا لتحت باش ما تخسروش الشكل بحال هكا. شفتوا هذه هي الخدمه من الداخل وها هي من برا. صافي بهاد الطريقه نفسها واللي جاتها هاد الطريقه هذه، يعني بغات الطريقه بالضبط كيفاش كتثبت على هذا على الكم هكا، حيت ما عنديش فاش نلصقها صراحه، ما عنديش فين نلصقها، شرحت لكم شفويا فقط. المهم ردوا البال غير الوجه ديال الخدمه، لان راه كاين الاختلاف ها الظهر ها الوجه. صافي هادشي اللي كاين. الا كان التفاعل طبعا غنخدم معكم الطريقه ديال القب بنفس الطريقه، ولكن غنشرح لكم شفويا فقط، شفويا فقط، لان التطبيق كيخص انك تخدمي على بياسه كامله. المهم الطريقه نقدر نشرحها لكم شفويا، ولكن بالتفاعل ديالكم والتشجيع. كذلك الفتحه راه حتى هي فيها ما يتقال
حتى هي راه فيها ما يتقال، ماشي غير اجي وتبت السفيفه، حتى هي فيها راه الطريقه هذه باش غتثبتوا الخدمه وتكون. شفتوا راه اللون ديال الجلابه هو هذا هو اللون ديال الجلابه الاصلي. في الكاميرا راه في الفيديوهات السابقين راه اللون راه تبدل ليا ولا لون اخر بحال كيجي بحال هكا، وهو في الاصل ديالو راه كرونه ولا المهم ماشي هذا، ماشي موف. هذا هو اللون ديال الجلابه. دابا عاد رجع في هاد عاد رجع اللون ديالو في هاد لا فيديو. المهم هذه هي الجلابه، هذه هي الفتحه. شفتوا راه الخدمه كتبان نقيه، راه نفس الطريقه اللي ثبت بها حتى هنايا. كذلك في القب. وقيلا غنشرح لكم شفويا من هاد لا فيديو نيت. القب كديروا السفيفه نفسها، ولكن تشيطوا شويه من كيف شفتوا في هاد شويه اللي خليت 1 سنتيم ولا 2 سنتيم باش هكا نقدر نطوي القب ديالي بحال هكا. الخدمه كتثبتها عاديه. هذا هو الاختلاف البسيط، هذا هو الاختلاف البسيط اللي في هاد الخدمه ديال القب. هاد شويه اللي كتدخلي لداخل باش الخدمه يعني تقدري تطويها بحال هكا. شفتوا ما كتبانش شويه الخيط كيبان مره شويه. صافي، وهذا مكان كنتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوش بالنسبه للاخوات اللي يلا اكتشفوا القناه ديالي، ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا على المتابعه والى الملتقى ان شاء الله.